طول عمري كنت بشوف رحلات الصيد وبستغرب دايما ازاي حد يقدر يعيش حياته في البحر. بتخيل دايما احساس ان انت تبقى في مواجهة البحر لمدة كبيرة، يا ترى هتبقى العيشة عاملة ازاي، ويا ترى الواحد هيقدر يتحملها ولا لا. وكان نفسي اجربها ولو مدة صغيرة لحد ما جات لي الفرصة اننا نطلع الرحلة دي. هنبدأ رحلتنا النهاردة من قدام المكتب في القاهرة. خلاص كل الشباب وصلت، بس احنا جينا هنا عشان نجيب عدة الصيد كلها. الشباب بتجيب جوه عدة الصيد وبتجهز الحاجة، فيلا بينا نخش نتفرج جوه. انا بصراحة موهوم موهوم من كمية السنانير اللي هو العيدان والطعوم وكل الحاجات دي عمري ما شفتها ولا اصلا عندي فكرة عنها. فجينا هنا عشان نظبط الحاجة قبل ما نسافر ونتحرك. هذا وما كنا له مقرنين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شو يوم العملية 7 إلا ربع. عملنا اللي علينا واستعدينا كويس وان شاء الله هنرجع ويفيدنا سمك حلو. ان شاء الله اقل من 50 كيلو لكل واحد مش موافق. يبقى في انت 50 بس لكل واحد 50 بس يا دوب. لا. انا موافق يا اخي انا موافق. بعد حوالي 9 ساعات سفر كاملين وصلنا خلاص المينا اللي هنركب منها. كل اللي ورايا دي يخوت واللي هي المراكب الصغيرة الصيد. فبدأنا بقى ندخل الحاجة، اصحابي بيدخلوا الحاجة دلوقتي. طبعا كلنا مرهقين وهنموت وننام، فغالبا هنريح الاول شوية ولا هنفطر اصلا، فلان لسه اصلا احنا ما فطرناش خالص. شوية حاجات سناكس كده على خفيف. نبدأ بقى نتحرك ان شاء الله كمان نص ساعة. فيلا بينا نطلع على اليخت واوريكم بقى شكله عامل ازاي. يلا بينا. لا اليخت عظمه بصراحة. اليخت رايق، هيبقى سفرية زي الفل. الحاجة خلاص طلعت على اليخت، وده مكان الكابتن اللي هيسوق اليخت بينا. وان شاء الله نتحرك كمان نص ساعة وخلاص. تجربة جديدة من نوعها، اول مرة اعملها، وان شاء الله ما تكونش اخر مرة. وكل الناس اللي طالعة معايا واصحابي ننبسط وتبقى رحلة سعيدة. يلا بينا. خلاص اتحركنا. احنا حاليا دلوقتي في عرض البحر. بص الدنيا عامله ازاي، كل حاجه بحر، كلها بحر. اللي أنا بعمله اسمه أوفر هيد. أيوه يعني المكنة أوفر هيد. طبعا بيتكلموا في حاجات انا ولا فاهم ولا كلمه من اللي هم بيقولوا. الحاجه اللي هم بيعملوها بره دي اللي انا وريتها لكم دي اسمها الجر. ان هم بيسيبوا الخيط يجر الطعم معاه لحد اما بيشبك في حاجه، ومجرد ان هو يشبك في حاجه اللي ماسك الخيط بيقول صلي. كلمه صلي دي عند الناس اللي بتصطاد ان في حاجه شبكت، المراكب بيهدي والناس بتساعده ان هم يطلعوا السمكه اللي شبكت. مستني على لحظه اول ما حد يقول صلي اطلع اصور على طول. دخلنا ريحنا شويه، والشباب جوه اللي هم على المركب شغالين على المركب دي عملوا الفطار دلوقتي. فتعالوا كده نخش نشوف الفطار النهارده هيبقى ايه. الطحينة دي من الأصلي ولا بالتقليد؟ مش ولا معاك عيش؟ انت عملت انت اللي عامل الفول؟ هنا اهو زيت حار هنا اهو. هو الباقي معلوش. ده اللي هنا معلوش زيت حار. عندكم زيت حار عليه؟ انا اعتقد زيت حار كله. بس هي بقى ما هي طالما خربانه اللي خربانه المجاميع. معلش بقى اتفضل يا باشا. نبتدي بقى فيه نبتدي بقى الرجيم بقى عايزينه من اول وجديد خالص يعني على طول بقى.
تخيل تبقى داخل الحمام عادي، يبقى ده الفيو بتاع الحمام بتاعك. ايه ده يا سلمان؟ طلعت ايه؟ بونجزاي، بيقولوا عليها بونجزايه دي، صح يا كريم؟ بونجز عنيد. اسمك كريم؟ اسمه بونجز او اهل البحر يقولوا عليه بنقز. تعمل ايه يا كيمو؟ نعمل حاجه حلوه كده. هنركب ده واير صلب، قوته عاليه جدا، الخطوط عامله عاليه جدا طبعا، ايه اعلى من نايلو. انا مرمله مجهزه، وانا ببقى في البيت ببقى مجهزه، لكن في الهوك بتاعه، وهننزل بالسمكه الحيه الحلوه ده. لسه سليمان جايبها لنا، هشكها وهنزل بيها، هوريك دلوقتي هنعملها ازاي، ونستنى رزقنا من عند ربنا. يلا بينا. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الله صاحبي. اخيرا هيغدونا. هنتغدى يا جدعان. ايه يا اتش هنتغدى ايه؟ ايه هنتغدى؟ تعالى يا صاحبي تعالى. وبانيه. ليه اول يوم؟ اول يوم ده مكرونه وبانيه، بعد كده بكره بطاطس وفراخ. ده كل حاجه متسيستمه. انت بدات يا عمرو؟ حلو، ايه؟ الجو حلو مش ساقع قوي. يا عم جو حلو ومش جو حلو، احنا هناكل. انت بدات يا عمرو على طول؟ لا لا واضح. استنى الناس يا عمرو، مش عارف يا اخي. ياخد بالبوق ده يا عم ده كيس شيبسي يا عم. اكل حلو يا باشا الراجل الشيف الريح اصلا شغل فاخر مصحيانا. ايه ده يا عمرو؟ هو المفروض اعزم بقى على هندي ولا ايه؟ ما ناكلش ليه؟ صلى على النبي. صلي. هي نفس النوع اللي انت قلت لي عليه. نفس النقطة دي اختها. الجو برد خلاص، وكلنا دخلنا عشان نكن جوه، لان فعلا الجو ساقع وخلاص فعلا سقعنا. النهارده السمك ما كانش احسن حاجه، بس يعني في حاجات حلوه طلعت برضو، فان شاء الله نتعشم ان بكره يبقى رزقنا اوسع من كده. دخلنا خلاص الكباين، كل واحد اختار سريره، انا اخترت سرير تحت. ان شاء الله هننام دلوقتي، ودي اول ليله ننام في عرض البحر، واكيد سامعين صوت الميه، فربنا يستر كده وتبقى ليله نومه هاديه، وان شاء الله بكره يبقى يوم حافل بالصيد والسمك. واشوفكم بكره الصبح، تصبحوا على خير. صباح الفل، يوم جديد. صحينا بدري النهارده، الساعه دلوقتي 7 الصبح. الرئيس بتاعنا اتحرك خلاص بالمركب ورايحين مكان تاني، يتوقع ان السمك يبقى فيه احسن من امبارح، فنتعشم كده يبقى يوم حلو النهارده، وهنبدا كده بقى ايه نفطر كده على خفيف، ونتعشم ان يبقى فيه سمك اكتر النهارده باذن الله. زي ما قلت لك ارفع البوصه كده، ايوه، وانت نازل. طب مهر يا عمرو ولا ايه؟ لم الربح على طول. معروف فيها سمك. طب استنى انا مش هقطع. صلى على النبي. عاشوا. اخيرا فطار تاني يوم. الواحد جعان والله، الواحد قاعد يستني الاكل هنا اصلا. انت مش عايز تاكل طيب؟ مش يلا بينا؟ لسه فكرتني امبارح وبفكرك النهارده. الايفون ده بتاع مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناكل بقى نقعد نعمل يا عم وانت يعني ساكت؟ ما انت بتاكل اهو. وريني يا كريم. صلى على النبي.
اصحاب بشله من المتهورين. الجو ساقعه وهبت معاهم ينزلوا ميه دلوقتي، فانا هسخن انا كمان وهنزل معاهم الميه. واتش جاب لي اهو اللايف جاكيت وجاي اهو، يلا بينا. 10 ساعة. يقطعوا الصحاب المجانين وسنينه. واحد فرهد والله، بس تجربة ممتعة. يا جدعان البرنس الشيف، البرنس اهو اهو المكسوف بيتكسب من التصوير اهو. والله العظيم برنس، تسلم ايدك والله يا عبد الله. ده شروق اخر يوم، المركب خلاص اشتغلت والسمك خلاص قسموه، وده معناها ان احنا راجعين تاني خلاص للمرسى عشان كل واحد يروح. فده نهاية الفيديو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب. سلام. حبيبي والله يا عمر، حبيبي يا دادش، حبيبنا والله، حبيبنا والله حبيبي والله، والله العظيم تسلم لنا يا ريس، تسلم ايديك. احلى عم رزق في الدنيا. احلى اتش، احلى عم رزق والله، تشرفت حبيب قلبي والله العظيم، حبيبي. الحمد لله على السلامة يا جدعان. قشطه يا نجم. عموري يلا يلا يا عم شوف تائبون تائبون عابدون أيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. لربنا حامدون.